وصلتني معلومة غريبة جدا. الله أعلم إذا كانت حقيقية أو غير حقيقية. أنا بقول لأجهزة الأمن في مصر إن هي تعرف هذه المعلومة وتبحث وراها، وبقول للرئيس عبد الفتاح السيسي: أيها الرئيس العزيز الحبيب، عليك أن تراجع هذه المعلومة، علشان لو ما راجعتش المعلومة دي، لو طلعت صح وما خدتش قرار، أنا ههاجمك. إيه هي المعلومة؟ المعلومة بتقول إن الواد برنارد ليفي، الواد الجاسوس اللي معاه جنسية إسرائيلية وجنسية فرنسية وديانته يهودية، عراب العرب وعراب ما يسمى بثورات الربيع العربي، اللي هي اتضح في النهاية أنها ثورات الخريف العربي. الواد ده كان في تونس وضربوه، فرجع. عرفت بقى المعلومة، جات لي من فرنسا، من أحد أصدقائي في فرنسا، قال لي ده الواد ده كان هيخلص زيارته لتونس وجاي لمصر، كان طالع من تونس على مصر. قلت له كان هيقابل مين؟ قال لي تقريبا كان عنده مجموعة من المقابلات، منها أحمد السيد النجار. فأرجو أن تستوثق، وخاصة أنه أحمد صديقه، أصدقاء، فأرجو أن تستوثق أجهزة الاستخبارات المصرية، سواء كان الأمن الوطني أو المخابرات العامة أو الحربية أو أي حد، الرقابة الإدارية، ما الأهرام تبعها،